السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات فاطمه زهره. في هذه الحلقه غادي نشوفوا الكروس باللبن، كيجيو خفاف ومحمرين بحال ديال الباتيسري. نخليكم على فيديو والسر اللي كيخليهم يجيو هكا. باش نحضروا الكروس المقادير ساهلين. غادي نحتاجوا كاس ديال الماء دافي وكاس ديال اللبن، كاس ديال سنيده، كاس زيت، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الملحه وبيضه عزلت البيض ديالها على الصفر. البيض ديالها غنديرو في العجينه والصفر هو اللي غندهن به، والدقيق حسب الخليط ما بين نص كيلو حتى الكيلو الا ربع على حسب اللي غيجمع لينا العجينه. غادي نحيد هاد الصفر البيض حتى من بعد. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ الماء دافي وغادي ناخذ الخميره ديال الخبز ندوبوها في ديك الماء دافي. غادي نزيدو الملحه، غادي نزيدو السنيده، ندوبو السنيده والمليحه. ملي كتذوب ديك السنيده كنزيدو باقي السوائل. ندير هنايا اللبن والزيت، وغنزيد حتى بيض البيضه، غادي نزيد الدقيق ولكن ماشي كلشي، غنزيد غير بشويه بشويه وانا كنخلط. بالنسبه للعجينه اللي بغى يعجن بيدو يعجنها، خاصها تدليك مزيان. اللي ما بغاش يقدر يديرها في العجانه. كتخدميها مزيان وهي باقا بحال هكا جاريه حتى كتدخلي ليها الهواء للداخل، عاد كتزيدي الدقيق باش كتعاونك اصلا على العجينه وكتجي مفشفشه. غادي نزيد الدقيق كامل تقريبا نص كيلو. وغادي ندوزها في العجانه. العجينه ديالي من بعد ما جمعتها واحتاجيت لها انني نزيد ربع ديال الدقيق، يعني كيلو الا ربع ديال الدقيق اللي هزات ليا. كيف ما تشوفوا راني جمعتها، باقا شويه رطبه ولكن جمعتها وما خليتهاش جاريه. دابا غادي نغطيها ونخليها تخمر. العجينه من بعد ما كتخمر كنخدموها باش نزولوا لها داك الهواء اللي كيكون فيها. كناخذ هنايا واحد الطويصه فيها الزيت، واللاطه اللي غتدخل الفران دهنتها بالزيت. كندهن ايديا بالزيت ناخذ شويه العجينه كندير الكويرات. ما نكبرش الكويرات بزاف، ندير بحساب انها مازال غادي تخمر. ملي كنسالي الكويرات ديال الكريسات كناخذ الزيت، وهذا هو السر باش كيعطي هذاك اللون بحال هكا محمر. وفي الزيت كندهنوا الكويرات ديالنا بالزيت قبل ما كندهنوا بالبيض. ناخذ البانسو وندهنوه بحال هكا من الجناب
البيض عاد كناخذوا الصفر ديال البيض. انا زدت فيه معلقه صغيره ديال العسل، كنعاود ندهن بها الكرز. ملي كنسالي الدهين كنرش بالزنجلان كنبقى على هذا الشكل حتى كنسالي الكروس، كنخليهم يخمروا واحد 3 ساعات، عاد كندخلوهم الفران يطيبوا درجه الحراره تكون متوسطه. الكريسات ديالنا من بعد ما كيطيبوا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو هشاش ورطبين وباين راه مدلوكين. والسر اللي قلت لكم قبيله على باش كدهنيهم بالزيت وكتعاوديهم بالصفر ديال البيض كيجيو محمرين بحال هكا بحال ديال الزنقه.